خلال أسبوع من حدوث الإخصاب ستجد البويضة المخصبة والتي تعرف باسم الكبسولة المتبرعمة طريقها إلى الرحم، وتكون البويضة بحجم رأس القلم تقريبا. في غضون أيام ترتب الخلايا داخل البويضة نفسها في مجموعات، وستصبح كتلة الخلايا الداخلية طفلك، بينما يتشكل الكيس الأمنيوسي من الخلايا الخارجية والمشيمة. تسلخ الكبسولة المتبرعمة غلافها الواقي في عملية تسمى التفقيس، وتختفي في جدار الرحم النابض بالحياة. بحلول الأسبوع الخامس تقريبا يكون طفلك الذي ينمو بحجم حبة السمسمة، وتبدأ الخلايا التي شكلت سابقا الكبسولة المتبرعمة من كتلة الخلايا الداخلية عملية التنظيم والترتيب لتمنح الجنين الصغير شكلا وتشكل أعضاءه الأولية. يمكن رؤية دماغ طفلك والحبل الشوكي من خلال بشرته نصف الشفافة. في هذا الوقت تماما يتكون جهاز الدورة الدموية لدى طفلك، كما يبدأ قلبه بالخفقان. يبدو طفلك أقرب إلى فرخ الضفدع الصغير منه إلى الشكل الآدمي، يسحب المواد الغذائية والأكسجين عبر المشيمة والحبل السري المكونين حديثا. في الأسبوع التاسع يختفي الذيل الجنيني، ويغدو طفلك أقرب إلى الهيئة البشرية يوما بعد يوم من خلال بروز الأطراف والأصابع والأنف المحدد والفم والعينين وشحمتي الأذنين الصغيرتين. يبلغ زائرك الجديد حجم حبة العنب ويزن جزءا من الأوقية. من الصعب تصديق السرعة التي تتطور بها خلية واحدة في وقت قصير كي تتحول إلى جسم طفل واضح المعالم. في الأسبوع العاشر وهو بالكاد بحجم حبة البرتقال الذهبية يدخل طفلك مرحلة نمو الجنين. لقد تحددت ملامح وجهه وتكونت براعم أسنانه تحت اللثة. خلال الأسابيع المقبلة ستنمو وتنضج أنسجته وأعضاؤه بسرعة. يختفي الشكل النسيجي بين أصابع يديه وقدميه، وتكون أظافره وبصمات أصابعه في طور النمو. يستطيع طفلك فتح وإغلاق قبضة يده، ويلف ويطوي أصابع قدميه، وبفضل عضلاته واستجاباته الارتكاسية المتطورة يحرك الآن أطرافه ويثير الفوضى والضجة. ولو كان هذا طفلك الأول قد لا تشعرين برفرفاته حتى الأسبوعين 18 إلى 20. عبر بشرته نصف الشفافة تكون أعضاؤه الحيوية مرئية، وقد بدأت تؤدي وظائفها بما فيها دماغه الذي يكبر وجهازه العصبي وأمعاؤه وكبده الذي ينتج خلايا الدم الحمراء مكان الكيس الجنيني الذي اختفى. إن الحبل السري يعمل بجهد الآن، ينقل وريد واحد الأكسجين والدم الغني بالمواد الغذائية إلى طفلك، وهناك شريانان ينقلان الدم بعيدا. حوالي الأسبوع 12 تبدأ الكليتان بإنتاج البول، والذي سيبدأ الطفل قريبا بإخراجه إلى السائل الأمنيوسي. سوف يبتلع السائل ثم يكرر العملية من جديد. بحلول الأسبوع 14 تنتقل عينا وأذنا طفلك إلى مكانها، فيمكنه حينها أن يميل بعينيه ويعبس ويقطب ويكشر. لقد دخلت الآن المرحلة الثانية من الحمل، والتي تعتبرها الكثيرات من النساء أفضل فترة في رحلة الحمل. بين الأسبوعين 15 و20 سيكبر حجم طفلك أكثر من الضعفين، بينما ينمو جسمه وسينضج جهازه العصبي بسرعة. تربط أعصابه بين دماغه وبقية أجزاء جسمه، وتمر من الدماغ عبر ساق الدماغ نزولا إلى العمود الفقري، وتبدأ بالتمدد داخل جذعه وأطرافه. يتغير الهيكل العظمي لدى طفلك أيضا، ويبدأ الغضروف الطري بالتصلب والتحول إلى عظام، ويحدث هذا أولا في الذراعين والساقين. تتطور حاسة السمع لديه بسرعة عالية، ويخصص دماغ طفلك مناطق معينة للشم والتذوق والسمع والنظر واللمس.
في هذه المرحلة ربما يستطيع طفلك سماع دقات قلبك وصوتك، لذا اقرأي له بصوت مرتفع أو غني له لحنا فرحا. يستطيع طفلك أن يمص إصبع إبهامه الآن. في الأسبوع 18 تقريبا ستشعرين بأكثر أجزاء الحمل إثارة، الإحساس بحركات طفلك. قد تشعرين بذراعيه وساقيه المرنين مثل فراشة ناعمة في البداية، ثم تزداد قوة وانتظاما في الأسابيع المقبلة. في الأسبوع 20 سوف يزن طفلك أكثر من 10 أوقيات بقليل، ويبلغ طوله حوالي 10 بوصات من رأسه حتى قدميه بطول موزة تقريبا. هذا الأسبوع من المعالم الجوهرية، إنه منتصف رحلة حملك. بين الأسبوعين 21 و27 تتطور حاسة اللمس لدى طفلك إلى جانب بصمات أصابعه الفريدة. عندما تفركين أو تضغطين بلطف على بطنك ربما تشعرين بطفلك يستجيب بالتقلب والركل. يمكنه لمس وجهه وأي شيء في متناول يده بما في ذلك الحبل السري. سوف يستمر في التجريب مع حاسة اللمس لديه وتهذيبها. قرابة الأسبوع 23 يتمكن طفلك من البلع، بعدها بقليل قد تشعرين بحزوقة الجنين. لا تقلقي، فالحزوقة جزء طبيعي من النمو، ومن الشائع أن يصاب بها طفلك عدة مرات في اليوم. كما تشكل رئتاه ملايين الأغصان الصغيرة والتي تسمى الشعب. من المدهش أن طفلك يتدرب على التنفس عبر الاستنشاق وتحريك كميات ضئيلة من السائل الأمنيوسي من وإلى رئتيه. في الأسبوع 24 يستطيع الطفل العيش خارج الرحم مع كثير من العناية الطبية. في الأسبوع 27 قد يفتح طفلك أجفانه كاستجابة لا إرادية، لكنه لا يبصر بعد. تتكون شفتاه ولديه الآن حليمات تذوق صغيرة على لسانه. يزن حوالي رطلين ويبلغ طوله 14 بوصة ونصفا تقريبا. لم يبقى أمامك الآن سوى مرحلة واحدة في الحمل. لقد بدأت وطفلك معا المرحلة الأخيرة. في الأسبوع 28 يزن طفلك أكثر بقليل من رطلين، وسيزداد وزنه 3 أضعاف من الآن وحتى الولادة، ويراكم طبقات من الدهون تساعده على البقاء دافئا خارج الرحم. يقسو هيكل طفلك العظمي، لم تلتحم عظام رأسه بعد، مما يساعدها على التمدد قليلا فيما يعبر رأسه المساحة الصغيرة لقناة الولادة. نمت بلايين الخلايا العصبية وتضيء في دماغ طفلك لتخلق روابط أساسية تساعده على التعلم داخل وخارج الرحم. يستطيع طفلك الآن فتح عينيه ورؤية الضوء الذي يتسرب عبر رحمك. يمكنه أن يسمع أيضا، لذا تحدثي إليه أو غني له. فيما يقترب موعد ولادتك سيتخلص طفلك من أجزاء صغيرة من فيرنكس كاسيوسا، المادة البيضاء كالجبن والتي تغطي كامل جسمه وتحمي بشرته من السائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه. يبتلع طفلك بعض هذه الأجزاء الصغيرة مع إفرازات أخرى وتمر عبر جهازه الهضمي لتصبح أول حركة أمعاء لديه. في الأسبوع 37 تكون بشرة طفلك زهرية اللون وطرية، يشبه الطفل الصغير أكثر من الكائن الفضائي المجعد. يكسب حوالي أوقية كل يوم ويزن 6 أرطال تقريبا. يعتبر قد أكمل فترة الحمل بالكامل. استعدادا للولادة يدير غالبية الأطفال رؤوسهم نحو الأسفل، ويبقى طفلك على هذه الوضعية ورأسه مستقر في منطقة حوضك وهو يستعد ليخرج إلى الدنيا. في أسابيع ما قبل الولادة يخفف جسمك إنتاج هرمون البروجستيرون، بينما يزيد إنتاج غيره من الهرمونات، بينها بروستاغلاندين والذي يرقق عنق الرحم، وأوكسيتوسين الذي يحفز عضلات الرحم على الانقباض.
تكون انقباضات المخاض الحقيقية منتظمة ومؤلمة، وتقوى حدتها بثبات، بينما تنشد أربطة العضلة الطويلة المنتصبة للرحم تفتح عنقه. تضغط العضلات القوية في أعلى الرحم إلى أسفل وترخى، فتقود طفلك باتجاه عنق الرحم. قد تخرج السدادة المخاطية قبل أيام من المخاض أو في وسطه، وهي مجموعة من المخاط العنقي السميك الذي أغلق عنق رحمك مدة 9 أشهر. حين يتمزق الكيس الأمنيوسي ينفجر الماء لديك، قد تشعرين به مثل تقطير أو تدفق من السائل. سيبدأ عنق رحمك بالانفتاح والترقق، والمعروف بعملية الاتساع والتلين. عندما تصلين إلى 4 سنتيمترات سيتحرك جسمك باتجاه مرحلة المخاض الفعالة. في المخاض الفعال تشتد حدة الانقباضات وتتتابع. عند 8 سنتيمترات تدخلين ما تعتبره الكثيرات أكثر مراحل المخاض ألماً، الانتقال. مع الوصول إلى 10 سنتيمترات سوف تتسعين تماما، وقد تشعرين بالحاجة إلى الدفع، وهذا مؤشر على بداية المرحلة الثانية من المخاض. سيتحرك طفلك إلى الأسفل مع كل انقباضة، وستلتحم العظمات الثلاث الطرية في رأسه مرحليا حتى يعبر من خلال قناة الولادة الصغيرة. ستظهر فروة رأس طفلك حين ينكشف القسم الأكبر من رأسه. سيظهر عند عنق الرحم مع بضعة دفعات إضافية سيبرز وجه طفلك وكتفاه وجسمه. في المرحلة الثالثة والأخيرة تنسلخ المشيمة وتخرج. مع أول نفس لطفلك تنتهي رحلة الولادة المدهشة.